كان يا مكان في سالف العصر والزمان، كان في بلد زمان اسمها كانداك. كان شعبها غلبان، بس في نفس الوقت كانوا بيمتلكوا أغلى معدن في العالم، وكان اسمه بتنجانات الصوديوم. وكانوا بيقولوا عليه بتنجان عشان فيه شبه من المسقعة الحمضانة. واللي بيمتلك المعدن ده بيبقى عنده قوة خارقة. وعشان كده الملك ساباك بتاع كنداك كان بيستعبد شعبه عشان يطلعوا له المعدن ده من الصخر والجبال، عشان يكون بيه تاج ويبقى هو سلطان الزمان. لحد اما عيل اسمه هاني جاب اخره خلاص، وقال احنا اللي لازم نحرر نفسنا بايدينا، وخد حتة بتنجان وحاول يهرب بيها، بس الجنود مسكته والملك حكم عليه بالاعدام. بس قبل ما يعدموه كانت الآلهة اختارته وخلته يبقى بطل كانداك من خلال انه يقول كلمة شازام، وقدر انه يقضي على الملك ده والقصي بتاعه كمان. بس من ساعتها اختفى البطل ده واختفى معاه التاج كمان. وعدى الزمان ولسه كانداك تحت الاحتلال من عصابة مرتزقة بيدوروا على التاج. وفي عالمة آثار اسمها نادية من أهل كانداك عاشت طول حياتها تدور على التاج عشان تخفيه من العصابة. وكان بيساعدها في الموضوع ده أخوها كريم واتنين كمان، واحد اسمه سمير وواحد تاني اسمه اسماعيل. وقدرت فعلا نادية إنها توصل لمكان التاج، بس ما كانتش تعرف إن اسماعيل هو زعيم العصابة. وعشان كده أما خلص على سمير، وأول ما نادية ما وصلت للتاج قامت العصابة دخلت عليهم وهددت نادية إنها هتقتل أخوها كريم وكمان إسماعيل، فقامت مسلماهم التاج عشان تفدي أخوها. بس بعد كده قامت قالت شازام، وساعتها طلع البطل الخارق اللي اسمه آدم الأسود، وقعد يقتل في كل أفراد العصابة. وقدرت نادية تهرب هي وأخوها وياخدوا التاج. وما كانش حد قادر على آدم الأسود، لأن مفيش حاجة بتحوق فيه، ولا رصاص ولا نار ولا بنادق ولا رشاشات، مفيش غير البتنجان بس هو اللي بيضعف قوته. وفعلا واحد من العصابة ضربه بالبتنجان فضعف قوته، بس لحقته نادية واخوها وخدوه يعالجوه عندهم في البيت، وسابوه نايم على السرير لحد اما صحي ولقى الواد امون ابن نادية قاعد بيتفرج عليه. وادم قال له وسع يا ابني كده خليني اخرج من هنا. قال له لا انت لازم تتعالج. قام ادم معالج نفسه بنفسه وكان عايز يمشي، بس امون قعد يتحايل عليه ويقول له ارجوك انقذنا من العصابة اللي عمالة بتقتل فينا وبتنهب في ثرواتنا، انت البطل بتاعنا اللي كنا مستنيينه من زمان. قال له انا مش بطل، وقام سابه ومشي. بس امون ما استسلمش وراح يضايق افراد العصابة عشان ييجوا يضربوه ويستنجد بادم، وادم يجي ينقذه. وده اللي حصل فعلا، وادم انقذ امون من ايد العصابة وقعد يقتل فيهم واحد ورا التاني. لما بقى رابطة العدالة سمعت الكلام ده قالوا لازم يقبضوا على آدم الأسود ويسجنوه عشان ما يدمرش البلد كلها. ورابطة العدالة دي هي اللي مسؤولة عن القوة الخارقة في العالم، وكان على رأسهم سيد اللي مركب جناحات بيطير بيها، وكمان البت نانسي اللي بتلعب بالهوا وبتطير في الجو، ومعاهم عماد بكابوزة اللي بيتحول لإنسان ضخم جدا، وآخرهم توفيق الحكيم الراجل العجوز الكبارة اللي شعره شاب من كتر ما شاف المستقبل من خلال خوذته اللي جابها من الفضاء، اللي بتديله قوة خارقة بتخليه يبقى كذا شخص في كذا مكان وزمان. وراحوا فعلا عشان يقبضوا على آدم الأسود، بس آدم قال لهم فيها لخ فيها، وقعدوا يدبوا في بعض دم دش طخ زو لو، وشوية حركات أكشن وجرافيك بقى. وكانوا فاكرين إن القوة تغلب الشجاعة، وكانوا فاكرين إنهم هيقدروا يخلصوا عليه، بس هيهات هيهات هيب منهم طبعا. وفي نفس الوقت الشعب كان بيدعم آدم الأسود لأنه منقذهم وهو اللي كان بيقتل في العصابة. بس رابطة العدالة كانت فاهمة إيه اللي الشعب مش فاهمه، واللي هو إيه بقى؟ إن آدم الأسود ده قوته الخارقة الجبارة هي غضبه، وإن غضبه ده هو اللي كان هيدمر كانداك زمان، ولو زعل تاني دلوقتي فهيدمر كانداك كلها. فقامت نادية قالت لهم طيب تعالوا معايا وانا هقدر اوصل لحل معاه. وراحت تتكلم مع آدم بالعقل، بس آدم راسه ألف سيف ما يسلمش نفسه ليهم، وقعدوا يتكلموا مع بعض كده. وكانت ساعتها نادية ادت لابنها امون التاج عشان يروحوا البيت. رجع البيت لقى اسماعيل مستنيه وبيقول له هات التاج يا حبيبي، بس خاله قال له اهرب يا امون. قام اسماعيل ضرب كريم بالنار وخلى كل افراد العصابة تجري ورا امون عشان ياخدوا منه التاج. وقام امون كلم امه يفهمها اللي حصل،
فقعدت تتحايل على شوية الأبطال الخارقين دول إنهم يحطوا مشاكلهم على جنب دلوقتي وينقذوا ابنها أمون من إيد إسماعيل. وفعلا حاول كل واحد فيهم إنه ينقذ أمون بطريقته. كان آدم بيقتل في أفراد العصابة من غير ما حتى ما يفتحوا بقهم، على عكس رابطة العدالة اللي كانت عايزة توصل لأمون من غير نقطة دم واحدة، وكمان عشان لما يمسكوا أي فرد من أفراد العصابة يعرفوا إيه خطتهم، لحد ما عرفوا المكان اللي مخبي فيه إسماعيل أمون. بس الولا سيد كان متضايق من آدم إنه ما بيسمعش الكلام، وقعدوا يدبوا في بعض هما الاتنين، لحد ما بالصدفة وهما بيكسروا في بعض وفي الشقة في نفس الوقت لقوا الواد أمون كان مخبي التاج في أوضته، فخدوا التاج. ورابطة العدالة قالت إنها لازم تحط التاج ده في مكان أمين محدش يقدر يوصله عشان ما يقعش في إيد الناس الغلط. بس نادية قالت لهم لأ، لما انقذ ابني بقى ابقوا اعملوا فيه اللي انتوا عايزينه. وراحوا لإسماعيل عشان ينقذوا أمون. لقوا إسماعيل عامل واقي ليه من معدن البتنجان عشان يحميه من قوتهم الخارقة، وقال لهم سلموا لي التاج أسلمكم أمون. وفعلا نادية سلمت له التاج، وإسماعيل قعد يضحك على آدم وقال له فاكر السلطان سباك زمان اللي انت خلصت عليه؟ اهو انا بقى حفيده ولازم اكمل مشواره من بعده. وكان خلاص هيقتل أمون، وفي نفس الوقت داس على الزرار اللي بيخفي قوة البتنجان، وساعتها قدر آدم انه ينقذ أمون بسرعته الخارقة. ومش بس كده، ده زعل جامد قوي لدرجة ان غضبه دمر المكان كله، ولولا وجود رابطة العدالة كان زمان أمون وأمه ماتوا هما كمان. وساعتها آدم اعترف لسيد بغلطته وحكاله على الحدوتة الحقيقية بقى، ان ابنه هاني زمان الآلهة اختارته عشان يبقى بطل كنداك عشان قلبه صافي وابيض، بس الجنود كانت بتيجي تقعد تضرب فيا انا وامه عشان يعذبونا، وقتلوا امه كمان. فقام هاني يتخلى عن قوته وادهاني انا، وساعتها الجنود قتلته قدام عيني، فبقى الغضب ماليني وما قدرتش اسيطر على غضبي لحد ما دمرت نص المدينة باللي فيها. ومن ساعتها الآلهة حبستني لحد ما جت نادية وطلعتني، وانا موافق دلوقتي انك تسجني في مكان ما اقدرش اذي فيه حد. وقام قال كلمة شازام وتحول لشخص عادي جدا بدون اي قوة، وقاموا حبسوه في سجن تحت المحيط. بس نادية وهي بتقرا الكلام اللي مكتوب على التاج لقت مكتوب عليه الموت هو السبيل الوحيد للحياة، وفهمت من كده ان اسماعيل كان قصده انه يعمل كده عشان آدم يخلص عليه وساعتها يموت ويتنقل للجحيم ومعاه التاج اللي هيرجعه من تاني ويبقى الشيطان سباك. وفعلا ده اللي حصل، وطلع سباك من الجحيم وقعد يقتل في الناس ويدمر في البلد. وحاولت رابطة العدالة انها توقفه بس ما قدروش، وكان توفيق الحكيم شاف ان سيد هيموت في المعركة، فعشان يحمي صاحبه منعهم من انهم يخشوا يواجهوا سباك ودخلوا هو لوحده. بس كان عارف ومتأكد انه مش هيقدر يخلص عليه لوحده، وانه كان محتاج غضب آدم الاسود عشان يخلص على الشيطان سباك. وفعلا قدر ينتقل بالزمان والمكان لآدم الاسود، وقدر يخليه يطلع نفسه من السجن ده كله وهو بيحارب الشيطان سباك لوحده في نفس الوقت، لحد اما سباك قام مخلص عليه ومفضلش منه غير خوسته وبس. وحاول باقي افراد رابطة العدالة انها تخلص عليه بس ما قدروش عليه، لحد ما جالهم آدم الاسود وتعاون معاهم وقدروا انهم يتخلصوا من الشيطان سباك من خلال تعاونهم مع بعض، وكمان من خلال استخدام سيد لخوذة توفيق الحكيم. وساعتها بيتأكد أعضاء رابطة العدالة إن العالم محتاج لأشخاص زي آدم الأسود عشان يقضي على الشياطين اللي بتيجي من جهنم. وبيخلص الفيلم على كده. فلو عجبك الفيديو منساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتدعمني كومنت عشان أكمل، ولو ما عجبكش الفيديو منساش تعمل ديسلايك وشير وسبسكرايب برضه بس تعمل كومنت عشان أبطل.